هل تعلم أن المغرب يستورد نفايات من أوروبا؟ لكن المفاجأة، الحكومة لا تعتبرها نفايات. في تصريح مثير، كشفت ليلى بن علي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن المغرب منح ما بين عامي 2021 و2025 حوالي 136 رخصة لاستيراد مواد قابلة للتدوير والتثمين، منها 111 رخصة خاصة بالإطارات المطاطية الممزقة و25 رخصة لباقي المواد كالبلاستيك والنسيج. الوزيرة أكدت أن هذه المواد ليست نفايات، بل موارد بديلة تستخدم لإنتاج الطاقة، خاصة في الصناعات الثقيلة، مما يقلل من الاعتماد على الفحم والبترول ويساهم في تحسين جودة الهواء وتقليص الانبعاثات الضارة. وأشارت إلى أن هذه المبادرة تفتح فرصاً اقتصادية وصناعية ضخمة، من أبرزها خلق آلاف مناصب الشغل في مجالات الفرز والتدوير والمعالجة، تزويد الصناعات بمواد أولية مثل البلاستيك والنسيج، دعم الاقتصاد الدائري وتقليل الضغط على الموارد الطبيعية. ووفقاً لدراسة أجريت سنة 2020، فإن تثمين النفايات قد يوفر حوالي 60 ألف فرصة عمل بحلول 2030، ويمكن أن يقلل من فاتورة الطاقة الوطنية بما يزيد عن 20 دولار للطن من الوقود المستورد. ولكن الوزيرة لم تغفل المخاطر، حيث شددت على ضرورة رقابة صارمة لضمان خلو النفايات المستوردة من المواد السامة، الشفافية المطلقة في عمليات الاستيراد، احترام المعايير الدولية البيئية والصحية. وأوضحت أن استيراد النفايات غير الخطرة يخضع لقانون رقم 28 ويستلزم مجموعة من الوثائق الرسمية مثل التحاليل الفيزيائية والكيميائية، نسخ من الترخيص، عقود واضحة بين الأطراف، ضمانات مالية، دفتر التحملات. رسالة الحكومة واضحة: تحويل التحديات البيئية إلى فرص تنموية حقيقية تخدم الاقتصاد وتحمي البيئة. هل تعتقد أن استيراد نفايات قابلة للتدوير هو حل ذكي أم تهديد خفي؟ شارك رأيك في التعليقات.